مصرية حامل نفسها تاكل حاجة غريبة اخترعت لوح شوكولاتة بالكنافة وخلت المنتج بتاعها يوصل للعالمية ويبقى ترند رقم 1 على السوشيال ميديا. سعره وصل ل 15 جنيه استرليني للقطعة الواحدة. يا ترى مين سارة حمودة وازاي حققت النجاح ده اللي هنعرفه في الفيديو ده. ست مصرية عايشة في دبي، في فترة حملها كان نفسها تاكل حاجة غريبة شويتين تجمع بين طعم الشوكولاتة اللي بتحبه وحلاوة الكنافة اللي متربية عليها من وهي صغيرة في بيت أهلها. هنا بقى جات لها فكرة أغرب لوح شوكولاتة في العالم. لوح دخل قلوب الناس قبل ما يدخل معدتهم ووصل إنه يبقى حديث التيك توك والإنستجرام والميديا كلها، واللي يخلي الناس تسافر مخصوص عشان تجرب الطعم، وكل اللي يشتري منه يصوروا فيديو كأنه لقى قطعة دهب حرفيا. ودي بقى شوكولاتة دبي. الست دي اسمها سارة حمودة، مصرية الأصل، اتولدت وعاشت فترة طويلة في بريطانيا مع جوزها يزن العامي. بعدها استقروا في دبي من حوالي 10 سنين، واللي حصل إنها في فترة حملها التاني في سنة 2021 كان نفسها في حاجة طعمها مش عادي. وفي تصريحاتها لصحيفة Arabian Business قالت إن مامتها دايما كانت بتعمل لها كنافة في البيت طعمها كان بيبقى حلو جدا ومحفور في ذاكرتها، وعشان كده كان نفسها ترجع للطعم ده تاني بس بشكل جديد وغريب. هنا بقى جات لها فكرة الشوكولاتة بالكنافة، وفعلا الفكرة ما كانتش سهلة. سارة قعدت شهور طويلة تجرب وتفشل، تحط مكونات وتشيل مكونات لحد ما وصلت للتركيبة اللي خلت الناس تدمنها حرفيا. لكن سارة ما كانتش لوحدها، جوزها يزن شاركها المغامرة دي وكان دايما بيدعمها. وفعلا في سنة 2022 قرروا يسيبوا شغلهم التقليدي ووظايفهم ويفتحوا شركتهم اللي أطلقوا عليها اسم فيكس تشوكولاتر. ومن أول يوم الموضوع ما كانش مفروش ورد، كان بيديروا مشروع ومعاهم طفلين صغيرين، يعني بين مسؤولية البيت والشغل كان فيه ضغط رهيب على سارة. سارة في تصريحاتها للحدث قالت إن في أوقات كتير كانت بتحس إنها عايزة تستسلم وتقول خلاص مش قادرين، لكن دايما كانت بتقول لنفسها إنها هتكمل، وكان جوزها بيشجعها على قرارها ده. وقالوا لبعض طالما بندفع ايجار الشركه وقادرين على ده هنكمل. النهارده ما ندموش لحظه واحده على قرارهم، بالعكس شافوا ان تعبهم اتحول لنجاح عالمي. طيب ايه اللي خلى الشوكولاته دي بقى مختلفه؟ اول حاجه الشوكولاته دي مش هتلاقيها في اي سوبر ماركت، لازم تطلبها اونلاين من خلال تطبيقات التوصيل، وكمان في ساعات محدده جدا. سعر القطعه الواحده بيوصل ل 15 جنيه استرليني، يعني اكتر من 600 جنيه مصري للقطعه. ورغم كده الناس مستعده تدفع وتستنى، لان الكميه اللي سارة بتعملها بتخلص في أقل من ساعتين يوميا. وبعد ما اشتروا بدأ بقى ناس تقلدهم وتحاول تعمل شوكولاتة زي بتاعتهم. وفي سنة 2023 البلوجر الشهيرة ماريا فييرا عملت فيديو على تيك توك بتجرب فيه الشوكولاتة. الفيديو ده انتشر بشكل كبير جدا، والناس بدأت تسافر من بلاد مختلفة مخصوص عشان تجرب المنتج بتاعهم، ومن هنا اتحولت الشوكولاتة بتاعتهم ترند عالمي. بس الجديد ان سارة ويزن ما وقفوش عند الكنافة بس، بدأوا يجربوا نكهات أغرب زي المانجو مع الباشن فروت، الحلوى الفوارة اللي بتفرقع في البق، ونكهات تانية عجيبة. وكل مرة بيكسروا الملل وبيقدموا تجربة مختلفة. سارة بتقول في تصريحات ليها للعربية دوت نت إنها ما كانتش عايزة تعمل شوكولاتة وخلاص، لا هي كانت عايزة تعمل تجربة مختلفة، حاجة الناس تفتكرها بيها وتحبها وتحب تحكي عنها. وده لأنها شايفة إن النجاح مش سهل، لكن بدعم الناس اللي حواليها وأهلها وجوزها بقت مؤمنة إن المستحيل ممكن يبقى حقيقة. انتم بقى لو فكرتوا تعملوا منتج مصري يلف العالم هتكون ايه فكرته؟ قولوا لنا ايه أغرب شوكولاتة جربتوها وكانت بطعم ايه؟